مارلين مونرو الشرق وملكة إغراء السينما المصرية وعدم استكمالها التعليم وقضية نسب ابنتها، أسرار ومأساة في حياة هند رستم. اسمها ناريمان حسين محمد رستم. اتولدت ناريمان في 12 نوفمبر عام 1931 في حي محرم بيه في اسكندرية. كان والدها ضابط شرطة من أصول شركسية وأم مصرية. التحقت ناريمان أو هند رستم في مدارس ألمانية وفرنسية، فدخلت مدرسة اسمها سان فانسان دي بول، ولكن خرجت من التعليم في المرحلة الإعدادية وهي عندها 13 سنة، وده كان علشان أبوها ضابط شرطة زي ما قلنا، وكان بيتنقل كتير من مكان لمكان. الحقيقة إن هند شافت قسوة كتير من والدها، وخصوصا بعد انفصاله عن والدتها واتجوز الجوازة التانية، وربنا رزقه بولدين من جوازته الجديدة. لكن هند بقى يا سيدي اتجوزت مرتين. أنا مدوبهم 2. أول جوازة فيهم كانت من المخرج حسن رضا، واللي كانت بينهم خلافات كتير جدا، وده بسبب غيرته الشديدة عليها. والخلافات دي زادت كمان بعد حمل هند، لأنه ما كانش عايز ولاد منها علشان عنده أولاد من مراته الأولى. لكن هند تمسكت بالطفل وحلمت حلم الأمومة وأنجبت طفلتها الوحيدة بسنت. واللي جه بعد كده حسن رضا ومرضيش يعترف بيها، راحت رفعت عليه هند قضية نسب في المحكمة. وحسن رضا كمان كان بيتغيب كتير عن الجلسات، وده خلى القضية تطول قوي في المحاكم، لحد ما هند في مرة من المرات ما قدرتش تمسك دموعها وقعدت تبكي قدام القاضي. اما الجوازة التانية بقى لهند رستم فكانت من الدكتور محمد الفياض. والحقيقة ان الصدفة لعبت دور كبير جدا في حياة هند رستم الفنية. فهي كانت رايحة مع صاحبتها اللي كانت رايحة مكتب الانتاج علشان تعمل دور من ادوار الكومبارس، فهناك اختاروا هند رستم علشان تعمل دور صغير جدا مع يحيى شاهين في فيلم أزهار وأشواك. وبعديها طبعا قدمت العديد من الأدوار الصغيرة لحد ما بقت هند رستم نجمة الإغراء في مصر. عملت هند رستم أعمال كبيرة جدا، واشتغلت مع أكبر المخرجين في مصر زي عاطف سالم وفطين عبد الوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار وأحمد بدرخان. قدمت هند رستم دور كومبارس مهم جدا في أغنية اتمختار يا خيل، وهي بتركب حصان ورا ليلى مراد في فيلم غزل البنات. من أشهر شخصيات هند رستم هنومة في باب الحديد، توحة في فيلم توحة، طعمة في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وعزيزة في ابن حميدو. ومن أشهر الأفلام اللي قدمتها هند رستم في السينما المصرية فيلم صراع في النيل، بين السماء والأرض، وقر الأشرار، سيد درويش، باب الحديد، صاحبة الملاليم، امرأة على الهامش، اعترافات زوج. أما عن المسرحيات بصراحة فهند رستم لم تمثل قط على المسرح. حاجة غريبة جدا إن هند رستم تشبه نفسها إنها قرد في الجبلاية والناس بتحدف لها سوداني. فهي كانت بتكره التصوير في الشقق، لكن كانت بتحب التصوير في البلاتوهات واستوديوهات التصوير الخاصة، علشان بيبقى لها هناك غرفة خاصة، لكن في الشقق الناس بيقعدوا يجيبوا جيرانهم وحبايبهم وبيقعدوا يتفرجوا عليها. قدمت هند رستم حوالي 74 فيلم سينمائي، آخرها كان فيلم حياتي عذاب، والفيلم ده اعتزلت هند رستم بعد منه العمل السينمائي نهائيا عام 1979. حصلت طبعا هند رستم على مدار مسيرتها الفنية على جوائز وأوسمة كتيرة، زي شهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مهرجان فينيسيا في عام 1957. الله، هو انا اللي قلت لهم تعالوا. حصلت على جائزة النقاد عن فيلم الجبان والحب. تم تكريم هند رستم من قبل جمعية العالم العربي بباريس، وتم تكريمها أيضا من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 1993 تقديرا لأعمالها المتميزة في السينما. وفي يوم 12 نوفمبر عام 2018 أطلقت جوجل إشعارا يحمل صورتها في محرك البحث على النطاق المخصص لمصر والدول الناطقة بالعربية للاحتفال بذكرى ميلادها 87. توفت هند رستم بعد صراع قصير مع المرض. قعدت تعبانة لمدة يومين أثر أزمة قلبية، اتنقلت لمركز الأطباء في المهندسين، وتوفت هناك عن عمر يناهز 79 سنة، والكلام ده كان في أغسطس عام 2011. ودي كانت حلقتنا عن الفنانة القديرة هند رستم. ما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.